ضحية عملية غريساج يضرم النار بجسده داخل كوميساري بمدينة الدار البيضاء. وإلى التفاصيل. فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية من مدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة صباح يوم أمس السبت لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام أحد المرتفقين على إضرام النار في جسده داخل مقر ديمومة الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوسي بمدينة الدار البيضاء. وحسب المعطيات الأولية للبحث فقد حضر المعني بالأمر إلى مقر ديمومة الشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت لتسجيل شكاية بشأن سرقة هاتفه النقال في مواجهة سائق سيارة أجرة، وذلك قبل أن يعمد لاحقا إلى إضرام النار في جسده بسبب دوافع وخلفيات يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها. وقد تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابته بحروق خطيرة في وقت باشرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات التفتيش الداخلي لترتيب المسؤوليات الإدارية الضرورية في حالة إذا ما أكد البحث المنجز أن هذا الفعل الإجرامي له علاقة أو ناجم عن تجاوز محتمل أو تقاعس مفترض من طرف أحد موظفي الشرطة العاملين بالمداومة.